ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرش بوب، حبيب قلبي عم الزويق العالمي كاوكاو. حبيبي يا جو، وحشني يا ولدي اكتر والله يا حبي. وحشتنا جدا جدا حبايب قلبنا. واليوم فيديو نتمنى ان يكون شديدا باذن الله من حاجات اكل ولاد الناس قوي يعني. قول لنا ايه هو الفيديو عامل؟ النهارده يا جدعان احنا معانا MOD ميت اوفر دوز. ده مطعم جديد لسه فاتح في الزمالك، عامل اختراعات حلوه وسندوتشات كده شكلها يعني مغري جدا. اختيار كيرو طبعا عشان الاسعار الغاليه، طبعا كلنا عارفين انها تبقى اختيار اخي في الله كيرو. اتفضل. لازم افضحك عشان لو الحاجه طلعت وحشه مش هسامحك. فجبنا منه شويه حاجات كده نجربها ونقول لكم راينا ايه. يا مسهل يا رب، يا رب تظبط معانا الحاجه. وعايزين منهم ايه يا عايزين باشا؟ 20,000 لايك وشير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في زر التنبيهات عشان يوصل كل جديد، كل ما هو جديد ونرجع لكم على طول. واوعوا تروحوا اي حته. وها قد حضرت الاشياء، يعني تحس انها وليمه بس الله اعلم. باكنجينج والباكنج لذيذ ماشي. دبابيس دبابيس دبابيس. ادي معلقه وشوكه كواليتي لذيذ. ايوه. تغليف لطيف ساندوتش. ايه ده؟ ما شاء الله. وايه ده؟ ايه؟ مش دي حاجه كده جميله بتبقى المفروض خفيفه وهبه؟ لا 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 يا جماعه. انا نفسي والله العظيم تتنصر النهارده. ايه ده يا جودة؟ ادي ساندوتش يا عيني. كشف ايونز كبير. كشف كبير. الله عليكم يا جماعه والله. وفي هنا معانا اتنين كمان معالق وشوك. وادي 2 ماكن تشيز و2 بطاطس. ومعانا هنا 4 بيبسي وطلبناهم دايت علشان الدايت. الأربعة بيبسي يا جماعة. انا اللي طالب الدايت. انا اللي هنقيمه، لو طلع حلو يبقى انا اللي اكسب. طيب اوكي. يا مسهل، هو السندوتشات دي خفيفه؟ هو في حاجه ناقصه؟ هو ده في 2 طيب؟ ده ما اكيد في 2. لا اكيد ده واحد. واحد. طب اكيد في حاجه فيها هنا 2. ده سندوتش. لا 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 لا. ده غالبا في سندوتش ناقص. لا ده غالبا الاثنين رول جمبري. ماشي. انت بتحرق ليه للكاميرا؟ بتحرق ليه؟ غالبا هما الاثنين مع بعض. ما هو الاثنين مع بعض في واحد. طيب فين؟ احنا جايبين 4 احنا جايبين 5 قصدك. طيب هنروح نتكلم المطعم على طول ونرجع لكم على طول. على طول. A few moments later. ونبتدي بأول حاجة من عم ميت اوفر دوز. ده عبارة عن اوفر فيه 4 سندوتش. هنقول لكم بصوا، هنبتدي بالأوفر واحدة واحدة. وده أول سندوتش في الأوفر. سعر الأوفر 500 جنيه. بتختار 4 سندوتشات عشان ما تدوش مني. 4 سندوتشات ومعاه 2 بطاطس ومعاه 2 ماكن تشيز ومعاه 4 كان بيبسي أو كولا أو سبرايت أيا كان. وأول حاجة معانا ده السماش برجر زي ما انتوا شايفين كده. حجمه لطيف مش بطال. ده كده يعني الساندوتش كده يقف تقريبا بكام كيلو؟ يعني يعدي ال 100 جنيه الساندوتش تقريبا. لا في 2 ماكن تشيز و2 بطاطس و4 بيبسي. الماكن تشيز انا لما شفتها كان شكلها غريب بس يلا. 2 بطاطس وبيبسي يعني يلا رينج ال 100 ما تحت. نتذوق يعني. المفروض مستنيين هاي كواليتي. المفروض يعني. اللقمه انت شايفها هاي كواليتي؟ هندوق ونشوف. شايفها بقول لك. وانا بقول لك شايفها عاديه بس الطعم هيبان. يلا بينا. انا مبسوط. لطيف لطيف بس اللقمه ضايعه. نسينا نقول لكم اهم حاجه. احنا بعد ما كلمنا المطعم عملنا ايه؟ مساطيل. جوز مساطيل قاعدين مع بعض. كلمنا المطعم وقلنا له على الساندوتش اللي ناقص. قال لنا هيبعتوا لنا. على بال ما نخلص مع بعض اكيد هيكون الساندوتش وصل. وهو الساندوتش بره الاوفر حاجه تانية يعني. طيب والله انا مبسوط. بس هو الموضوع برجر اكتر منه سماش. يعني ما فيهوش ايه لهب بتاع السماش ورفع السماش. لا هو سميك سنه وتحس بعضه البرجر العادي وليس السماش. الصوصات جميله. طعم اللحم ايه؟ الصوصات جميله. طعم اللحم فوق المتوسط بشويتين بصراحه. انبسطت منه ما اتضايقتش. تمام. انا الصراحه طعم اللحم عجبني. حته الامريكان تشيز اللي محطوطه على الوش دي جميله جدا. الخس حلو وتقريبا حاطط هنا برضو صوص تيستي. لا صوص حاجه ماشي قريبه انا فاهمك. ماشي. جبنه على تيستي كده فاهم. في جو جبنه على تيستي. يعني في حاجه قريبه كده من التيستي بس اضعف سنه من التيستي. طعمها جميل. لقمه العيش فعلا ضعيفه. حاسس انها مش طازه فعلا بس ضعيفه قوي يعني. مش مستوى المكان بالكواليتي اللي مش موجوده مستوى المكونات فعلا بالظبط خالص. بس طيب تديله كام من 10 يا جو؟ يعني هو الساندوتش ده غالبا بره الاوفر هيعمل في حدود 130 جنيه صح؟ تقريبا. تقريبا. مش الواو ومش عادي ومش وحش يعني. هو فوق العادي. فانا بالنسبه لي سعر وكميه وكواليتي خليني ابقى متفائل وهديله 8.
انت متفائل عشان معايا؟ ما تقولوش بنغش من بعض. ايوه مفيش الكلام ده. طيب هي كانت معوقه شويه بتهيألي، بس هي اكيد هم هيفهموها. طيب يلا بينا على اللي بعد كده. يلا بينا ونخش على تاني حاجه يا جماعه معانا في الاوفر. ده 2 رول جمبري، وده بره الاوفر سعره 100. والبرجر برضو لما شفنا سعره في المنيو برضو ب 100 مش 130. تمام، نعتذر لهذه الاخطاء. اوكي. الواحد فيه 2 4 5 جمبريات، وانا عندي 5. 5 جمبريات حجمهم فوق المتوسط. مظبوط. او متوسط يعني. يلا بينا. يلا بينا. توست معمول كده ايه بلحسه زبده على الجريلا، بس مش مزودينها. الجمبري حكايه. بس انا خدت جمبريه من غير صوص خالص فايه، ومفيش فيها تتبيله، فكانت ملهاش طعم قوي، فهخش جوه. اتفضل يا اخي في الله، قول راجل. طبعا يا جماعه انتوا زي ما انتوا شايفين كده احنا ما سيبناش اي حاجه. التوست طعمه جامد جدا جدا جدا. الصوص اللي جوه مميز وجميل جدا جدا. انا ما اعرفش الصراحه اسمه ايه. احنا بنقول غالبا ممكن يبقى ترتار، بس عشان احنا مش بتوع سي فود جامدين فمش عايزين نفتي بقى. احنا ما بنحبش نفتي عليكم، احنا بنعاملكم زي اخواتنا. تمام. الجمبري بيقرمش وطعمه حكايه يا جماعه. انا شايف السندوتش ما فيهوش غلطه وخفيف كده زي الفل، وسعره ممتاز جدا. 2 رول ب 100 جنيه انا شايفه ممتاز. نسمع راي جو بقى. ما فيش حاجه اضافيه والله، هي كل اللي قالوا كيرو جميل من اول لاخر قطمه. انت بتاكل جمبري، ما فيش ولا قطمه جت من غير جمبري. مظبوط. الصوص جميل، الجمبري طازه وفريش، التوستايه جميله، لحسه الزبده دي كانت محتاجه تزيد سنه، بس ما عنديش عليه اي مشاكل، لا سعر ولا كميه ولا كواليتي. كام يا جو؟ كام يا جو؟ معلش حقك ودهولي. اختيارك وجي جامد حتى الان، فلازم اديك حقك. تمام. يلا بينا، يا رب نكمل في السعاده. يا رب. ومكملين معاكم في العرض اللي ب 500 جنيه. احنا كل ده لسه في ال 500 جنيه. تمام. الان مع الساندوتش اللي اساسا المطعم معمول عشانه، ساندوتش اللحم البريسكت المطهو على 16 الى 20 ساعه زي ما انتم شايفين كده. مليان لحم بصراحه. اتمنى انه يبقى بريسكت بحقه حقيقي، اللي هو اللي بيدوب ده. نتمنى. أوكي. لقمه العيش للاسف يعني اهو انا ما هوريكم. لقمه العيش ضايعه يعني، ليفل الوحش جدا. سعره بره الاوفر ب 120 جنيه لو هتجيبه لوحده. ده فيها هالبينو يا جو. كمان هالبينو؟ فين؟ اهو اهي. لا انا ما اهو تحت اهو. ايوه. أوكي. وهي قطع لحم على فكره. ايوه قطع لحم. مش شرايح يعني. لا. يلا بينا ندوق. يلا. كنت اتمنى ما هو اكثر من ذلك. حلو اللغه العربيه، مبسوط. تمام. هنا قطعه اللحمه مدخنه، الطعم مدخن مفيش كلام، ولكن مش القطعيه اللي هي اللي بتدوب. هي طبعا على حسب القطعيه. البريسكت ده فيه قطعيات كتير، ده على ما اظن يعني. مش هعمل فيها فيلسوف برضو لان انا ما اكلتش بريسكت كتير لا انا ولا كيرو. ولكن هنا حسيت ان اللحمه لا تقيله وفيها عضه، ولكن ريحه وطعم الشوي واضح ان دي مطبوخه على عدد ساعات كتير يعني. الصوصات كانت جميله. الهالبينو جميل، حسيت بالمزازه بتاعته سنه مع الصوص. لقمه العيش للاسف سيئه. ب 120 جنيه هو فيه لحمه كتير، ولكن مش اللحمه اللي بتدوب بتاعت البريسكت يعني. مش القطعيه اللي هي بتدوب، دي حاجه قطعيه تانية اللي هي بتشد سن. رايي ده، رايك يا باشا. طيب انا هتفق مع جو فعلا. هي اللحمه دي اللي هي كانت تخينه شويه او بتشد شويه. بس هو فعلا البريسكت فيه قطعيات بتبقى ناعمه وقطعيات بتبقى خشنه، فما فيش مشكله. السندوتش كمجمل عجبني جدا، مفيش حاجه ضايقتني. لقمه العيش يعني هي نفس اللي فات بس هنا يعني المضايقه بتاعتها ما ظهرتش مع اللحمه والصوصات اللي محطوطه. عشان تركيزك كان مع عضه اللحمه اكتر ممكن. بس ده انا يعني. فده اوفرول الساندوتش. هتدي له كام يا جو؟ انت هتدي له كام؟ انا هدي له نفس اللي فات. لا مش ال 10 من 10، 8 من 10، نفس الاول واحد يعني. انا والله العظيم انا عارف عاملها له من بدري. طيب اتفقنا انا وكيرو. حتى الان الدنيا كويسه. بس الواو الجمبري، رغم ان هو بتاع لحم مدخن، واو في الجمبري وفي المدخن ما ظبطش قوي. هنشوف اللي بعد كده. نخش بقى اللي بعد كده يا جماعه. وزي ما انتم شايفين ده ساندوتش كوردون بلو ما شاء الله، فيه حتتين كبار ومليانين جدا، وفي معاه خيار مخلل وصوص كده لونه صوص برتقاني، اللي هو نفس الصوص اللي شوية. بيستخدمه في كل السندوتشات اللي هو قلنا عليه غالبا بيبقى زي تيستي على جبنة. مايونيز على جبنه. يعني هو ميكس كده صوصات. وفي خس. وخس. ايوه. سعره بره الاوفر بكام؟ تقريبا 100 جنيه برضه. برضه؟ ماشي. وهو جوه الاوفر. احنا كل ده لسه جوه الاوفر ب 500 جنيه. يلا بينا. يلا بينا.
نداء الى مطعم ميت اوفر دوز، غير العيش اللي انت بتستخدمه، لان هنا في عظمه، في تحفه وجمال وطازه وفريشنس. الو السلام عليكم. سلام. اه يا باشا. الاوردر وصل لحضرتك ولا لسه؟ اه يا حبيبي وصل تمام. احنا اسفين جدا. لا يا حبيبي ولا هو اتعمل بس طلع في اوردر تاني. لا ولا يهمك. احنا اسفين على الخطا لا يا اللي حصل حبيبي، لا. ونتمنى تكون ما تكونش متضايق. لا يا حبيبي، لا خالص لا، خالص، ما طبعاً تقولش أي حاجة. كده حبيبي قلبي، ربنا يخليك. ده رقم التليفون بتاع المطعم برضه، لو تمام. احتجت اي حاجه ممكن تكلمنا عنه. ميرسي لذوق حضرتك يا فندم، متشكر. ماشي يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. والله احنا قاعدين بنصور عادي، وبالصدفه هو يعني مش هشيل المكالمه دي. ده المطعم بيعتذر لي ان هم نسوا سندوتش السجق وجابوا لي الساندوتش لسه واصل. ف في احترام، في ادب، في تربيه، في اسلوب. والله العظيم ما اتاخر عني، قعدة دي حوالي تلت ساعه تقريبا. ده جاي من الزمالك لمصر الجديده، خد له تلت ساعه. انتوا يا رب تكونوا سمعتوا الاعتذار، انا كنت فاتح السبيكر صح؟ ايوه كنت فاتح سبيكر. فاللي هو والله بالصدفه. طيب نرجع هنا نقول لقمه العيش بعد اذنك، اهو انت كنت معانا على التليفون اهو، بعد اذنك غير لقمه العيش. لقمه العيش مش بالمستوى بتاع الحشو اللي جوه. الكوردون فيه جبنه كثيفه وثقيفه وثقيله وجميله، تركي مدخن تحفه، بيف بيكن تحفه، الزيتون كيرو بيقول لي عليه تحفه طبعا، عامل اضافه جميله جدا. ما فيش حاجه، والخس بتاعهم برضه مفيش اضافه. انا الصراحه شايف ان الا لقمه العيش. لقمه العيش طبعا ما فيهاش اعتراض. انا شايف ده افضل كوردون بلو اكلته من بره الصراحه. حلو ومش وحش. يعني ما يتحط في التوب 3 توب 5 من افضل الكوردونات اللي كلناها من بره. ايوه تمام. هتدي له كام؟ والله انا ابغى اديله ما انا ابغى 9.5 من 10 عشان العيش. بس انا هديله 10 من 10. انا كان ابغى اديله 10 من 10، بس للاسف هديله 9 من 10 عشان العيش، لان عدينا كتير للعيش بقى. لا خلاص بقى، انت كايزر وفرنساوي وبتاع، ولا خلاص. هو المطعم بيقدم الصراحه اكل كويسه جميله جدا جدا جدا، وبسعر يعتبر كويس بالنسبه للايام اللي فاتت. بالنسبه للي هو بيقدمه، لو قارنته بناس تانية فهو لا، هو بسيط جدا. تمام. هنجيب اللي بعد كده اخر حاجه في الوجبه اللي ب 500، وبعد كده هنجيب الساندوتش اللي كان متاخر علينا، ونخش بقى يا جماعه بالماكن تشيز. دي الاوفر اللي بيجي معاه 2 ماكن تشيز وبيجي معاه 2 بطاطس برضه. ايوه. سعر الاوفر برضه 500 جنيه. دي في نفس الاوفر وبيجي منها 2 بس دي واحده. طبعا انا ما بحبس الماكن تشيز في الدليفري او التيك اواي، لانها حاجه بتعتمد على الصوصات والجبنه وبتاع، فلازم تبقى طازه وفريش. وانا مش حاسس ان فيها جبنه بصراحه، انا من ساعه ما شفتها وانا مش مطمن. يلا بينا ندوق. يلا بينا. بكريمه، والكريمه كسل يعملها، يعني دقيق كده، فاهمين؟ لا انا اقول لكم دي عباره عن ايه. عارفين لما بتبقوا في البيت بتعملوا بشاميل وكده، تروح عند مامتك تقول لها ايه سيبي لي حبه مكرونه كده وعليهم بشاميل وتحطي مثلا عليهم لحمه او لا، هي دي كده بالظبط. فمش ماكن تشيز خالص. فين التشيز اساسا؟ ده بشاميل. فين التشيز؟ انا من اول ما شفتها وانا بقول لك لونها ما ضايع. بس ليه يا ميت اوفر دوز؟ ليه تاخد الرقم معانا الرقم ده؟ حاجه مش بتاعتك ما تلعبش فيها. يا اما نسيوا يحطوا جبنه بقى، ما والله ما ممكن. وارد فعلا ما فيهاش جبنه خالص. لا ما فيش، هي صوص بشاميل ومش معمول بحب اساسا. رقمك. لا مش هنقيمها ونسيبها على جنب. ما بنطبلش لحد، كله بما يرضي الله. قصدي مش خايفين يعني ولا حد ليه علينا جمايل، احنا بنقول بما يرضي الله. ادينا له عشرات وادينا له تمانيات وادينا له تسعات، ولما حاجه تستاهل صفر بنديها صفر. خلاص ماشي، صفر زي جو مفيش مشكله. اتفقنا. ما انا هخبي عليهم، هم فاهمين. مش هنخبي، ما هم عارفين كل حاجه بنتكلم من وراهم. يلا بينا نروح للي بعد كده. ختمتها معانا المكرونه بصفر في الوجبه اللي ب 500 جنيه، يعني كان 50 فحطينا صفر عشان يبقى ب 500. دلوقتي بقى الساندوتش اللي كان ناقص، اللي جالنا في اسرع وقت ممكن. زي ما انتم شايفين كده، سندوتش سجق. غالبا السجق ده تقريبا ارمني او يعني ايا كان، جربناه احنا مره قبل كده في القناه وعجبنا قوي. اتمنى انه يعجبنا النهارده برضه باذن الله. سعره 100 جنيه بس، ما شاء الله 99 جنيه ما شاء الله. يعني بصوا تخن السجقايه. يا ريت الناس اللي كيفت السجق المستورد ده، عشان انا بعشق البلدي بتاعنا، قولوا لنا ده ايه. يلا بينا. يلا. بصوا لقمة العيش فتحت من ورا. في مشكلة كبيرة هنا، مفيش صوصات بجنيه. جايبك في بق جامد.
ولقمة العيش سيئة 1 hour later. واحنا تعبنا. ندور شكل لوحده. ما ده اللي هيحصل لازم. بوظ التجربة تماما. ليه كده؟ العيش بوظ التجربه. العيش بوظ التجربة وعدم وجود الصوصات بوظ التجربة. الدنيا ناشفة قوي. يلا بينا ندوق السجق. لا 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 لا. هو كمنظر كان مغري جدا جدا جدا. احنا عشان جربنا قبل كده اللي هو السجق الارمني ده تقريبا كان مطعم اسمه شينكن سموكس. كان وهم، كان حاجه من ورا العقل، انما ده ملوش علاقه خالص. التاني كان محمر، ده مسود. ده يعني ده انت كده شفعت له كده. ده نوع وده نوع كده، شكله مش نفس النوع. ده اللي قصدي يعني. النوع ده نظامه بقى معاك؟ ده ما عجبنيش خالص. التوابل اللي جوه تقيله قوي ومش راكبه، مش حاسسها مش راكبه على بعضيها. وطعم اللحمه مفيش يعني. والطبقه اللي من بره تحس انها ومختلفه كمان عن اللي جوه يعني. ايوه. حاجه مثلا محشيه لحمه مفرومه بتاع مش فاهم. ما عجبنيش خالص. وفي غلطات يعني في لقمه العيش، في ان ما فيهوش صوصات. ايوه برضه لقمه العيش. بصوا يا جماعه. بصوا معلش اهو، بصوا لقمه العيش اهو من جوه مفيش صوصات، شويه خس او كابوتشا ايا كان. ايه ده بقى؟ طب ليه يعني ليه؟ مع ان رغم ان الناس محترمين جدا والله العظيم. فخدوا بالكم يا جماعه من الكلام ده. ومعرفش نوع السجق ده ما عجبناش، يمكن يكون هو نوع معين، بس هو بالنسبه لنا ملوش طعم. هو حاجه بتفرول، بتعض من بره جامد ومن جوه بتفرول كده زي البرجر او الصويا. طعم قوي جدا بس مش عاجبني. مش حلو خالص. لا صفرين ورا بعض. احنا حسدناه ولا ايه؟ حسدناه والله العظيم. احنا حسدناه. طيب اخر حاجه صفر برضه. ده صفر. طيب اوفر اول، دعنا ننسى الحاضر الحزين ونفكر في الماضي السعيد. الجمبري من ورا العقل طبعا. الكوردون كان تحفه. البرجر السماش برجر انا ما كنتش حاسه سماش قوي، هو يعني ما بين السماش والبرجر العادي. كان في ايه تاني معانا؟ البريسكت برضو ما اظنش انه افضل بريسكت ممكن هاكله في حياتي اكيد يعني. طب اوفر اول انت هل متفق في كل الكلام ده؟ متفق، بس السماش كان عاجبني. طيب يعني انت الفرق ما بيني ما بينك السماش. مظبوط. هتدي له كام اوفر اول سعر؟ انا محتار ما بين رقمين. اكيد انت عرفتهم. انا عارف. انت 7 8 انا من 7.5 ل 8. انا هبقى قاسي شويه لان في غلطات كتير متكرره، فانا مع 6.5 كيلو. 7.5 كيلو. 7.5 وانا 6.5. تجربه لذيذه وفريده وغريبه، ولكن في سقطات ارجوكم خدوا بالكم منها وربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك شير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه اشتركوا في زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جوكر شبوي وكيرو. سلام.